رابع تكنيك بقى وهو أنا قُلته لكم كنصيحة أخيرة في فيديو الذكاء الاجتماعي، وهو الصمت، إن الواحد ما يقولش حاجة خالص كوسيلة لعقاب الشخص اللي غلط في حقكم. إن أنتم ببساطة خلاص مش بتقولوا حاجة وبتبعدوا عن الشخص ده، بس زي ما أنتم ممكن تستخدموه سلاح للناس اللي بتتلاعب بيكم، ممكن الناس برضه تستخدمه كسلاح ضدكم، بس بطريقة toxic. يعني حتى لو أنتم ما ضرتهمش في حاجة، ممكن إن هم يبقوا يستخدموه كطريقة إن هم يتحكموا فيكم، وهاقول لكم دلوقتي إزاي بالضبط. ببساطة إنه الناس البشر يعني كائنات اجتماعية، فلما حد قريب منكم أو حد بتحبوه فجأة كده بيبعد عنكم، ده بينشط عند الشخص التاني جزء في المخ اللي مسؤول عن الألم الجسدي. فببساطة لما حد بيعمل فيكم كده هو أكنه يعني سيكولوجيا مخكم بيترجمه على إنه أذى جسدي. وعشان كده في ناس بتتضايق جدا وبتكتئب جدا لما حد بيبعد عنها، وعشان كده هو سلاح ذو حدين. وأنا مش بقولكوا تستخدموه بطريقة وحشة، بس بقولكوا لما حد يبقى بيأذيكوا نفسيا خلاص تعملوا كده، لأنه مفيش حل تاني غير إن انتوا ما تقولوش حاجة، الصمت، وتبعدوا عن الشخص ده خالص، تختفوا من حياته. لكن برضو بقولكوا إنكوا تخلوا بالكوا لما انتوا تبقوا ما أذيتوش حد وفي حد بيحاول يستخدم السلاح ده ضدكم عشان يسيطر عليكم. فلازم يبقى عندكوا وعي وإدراك بالتكنيكس دي وهي بتشتغل ازاي عليكم أو بتعمل ايه فيكم. طب وافرق ازاي؟ لازم ان انتوا يبقى عندكم وعي وتشوفوا انتوا فعلا غلطتوا، هل الشخص ده فعلا يستاهل الاعتذار ولا هو بيمارس الضغط ده عليكم عشان برضو يخليكم تروحوا تعتذروا وانتوا مش غلطانين. في فرق بين ان انتوا فعلا تبقوا ضايقتوا حد فهو واخد مساحته بيحاول ان هو يرجع تاني يبقى كويس، وبين ان انتوا تبقوا مغلطتوش في حد بس هو اللي بيتلاعب بيكم وبيحاول ان هو يسيطر عليكم وعلى افكاركم ويخليكم تروحوا تعتذروا له.